مرحبا أعزائنا المتابعين، واليوم سوف نكمل معا السلسلة التي ابتدأناها عن العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا. سنتعرف اليوم على مجلس الحي. ما هو الحي؟ الحي يتكون من الوحدات السكنية الموجودة فيه. المادة رقم 80 للعقد الاجتماعي تنص على هيكلية مجلس الحي. 1. يتم تحديد عدد أعضائه وفق الكثافة السكانية في الحي. 2. يتشكل مجلس الحي بنسبة 60% من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب، و40% من الممثلين عن التنظيمات المجتمعية والمكونات المنتخبين بشكل شفاف وديمقراطي. تشارك فيه الرئاسات المشتركة للكومينات التابعة لذلك الحي الذين هم أعضاء في مجلس الحي، والرئاسة المشتركة للجنة البلديات في الحي. 3. يقوم بانتخاب الديوان والرئاسة المشتركة لديوان المجلس. 4. يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للمجلس. 5. يقوم بالتصديق على أعضاء المجلس التنفيذي وإدارة الأمن الداخلي في الحي. 6. يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع في الحي التي تم اقتراح أسماؤها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع. 7. يقوم بالإشراف على عمل المجلس التنفيذي للحي. 8. يقوم بالتصديق على أعضاء لجنة الصلح المقترح أسماءهم من قبل مؤسسة العدالة. 9. للمجلس الحق في المناقشة والبت في القرارات التي تمس الحي ووضع الخطط والقيام بمتابعة تنفيذها دون التدخل في عمل الكومين. 10. يعمل مجلس الحي والكومينات بشكل تنسيق وتكامل. 11. الرئاسة المشتركة لمجلس الحي هم أعضاء في مجلس المدينة. 12. ينظم عمله وفق النظام الداخلي. المجلس التنفيذي لمجلس الحي. المادة رقم 81 تنص على ما هي مهام المجلس التنفيذي لمجلس الحي. 1. يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الحي. 2. يقوم بمتابعة عمل اللجان التابعة له. 3. يقدم تقاريره للمجلس. 4. ينسق بين اللجان التنفيذية وبين الكومينات التابعة للحي. وبهذا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.